واحد 3 البنات جالسين مقصرين مع واحد الالماني اللي كان لاباس عليه ومعروف في مراكش. هذوك البنات خدامين عنده وديما كيجيو يريحوا معاه في الدار وكيقصروا معاه. فهذاك النهار كانوا جالسين معاه، شويه غادي يصوني الباب ديال الفيلا. الماني مع غيحل الباب، داك خونا غادي يدخل وغادي يصفيها ليه، غادي يطيح حدوده. ملي غادي يسالي مع الالماني غيدخل عند البنات اللي كانوا معاه، غادي يقشل جوج ولكن وحده غادي تقدر تهرب ليه، وغادي تمشي تشدها بجريه وحده حتى لعند البوليس اللي كاينين في مراكش وبالضبط في كيليس. دخلت الكوميساريه وكتغوت، تلونات في الكوميساريه قالوا لها ما شنو عندك، كتقول لهم غير جي صفاها ليهم، جي صفاها ليهم. البوليس قالوا لها غير بردي وعاودي لينا شنو طرا بالضبط. قالت لهم بلي واحد القاوري فرنسي دخل علينا الفيلا وصفى لخواتاتي بجوج وصفى حتى الباك ماير. هاد باك ماير هو الالماني اللي كان معاهم، وحتى انا كان باغي يصفيها ليا ولكن قدرت نهرب ليه. قالوا لها شنو كان لابس، قالت لهم كان لابس جاكيطه قهويه وسروال كحل. البوليس غيهزوها معاهم وغادي يمشيو طايرين للفيلا اللي وقع فيها هادشي. غادي يوصلوا للفيلا غيلقاو الباب محلول، غادي يدخلوا وغادي يلقاو الفيلا بحال شي بوطوار ديال الذبيحه، غيلقاو الدنيا عامره بالدمايات. غادي يلقاو داك الالماني طايح في الجرده ومضروب راسو، وغادي يلقاو حتى دوك البنات اللي كانوا متقبين كاملين وغارقين في دماياتهم. غادي يقلبوا الفيلا كامله وغيفليوها وما غيلقاو والو، غادي يلقاو غير ديك التصويره ديال داك الالماني اللي تقتل. غادي يهزوها وغيهزوا معاهم حتى البنت وغادي يرجعوا للكوميساريه. غادي يسولوها وغيقولوا لها عاودي لنا كلشي وكيفاش تدخل في الاول هاد جيجي للفيلا. قالت لهم بلي هاد جيجي فرنسي وغتكون عنده ديك 50 عام، عيني خضرين وشاب. جاو صونا في الباب ديال الفيلا، وملي مشى حل عليه باك ماير تما فين غادي يصفيها ليه. قالوا لها واش هاد خونا فايته شي فيه واش كتعرفيه؟ قالت لهم بلي فايته شي فيه كان كيجي عند باك ماير وبقى عاقله. واحد النهار كان جا عندنا المحل وملي سولت عليه باك ماير قال لي بلي هذا سميتو جيجي ساكن في الوالديه. دابا البوليس جمعوا بزاف ديال المعلومات وخاصهم ضروري يمشيو للوالديه باش يقلبوا على هاد جيجي. البوليس غادي ياخذوا داك الاسم ديال جيجي وغادي يبداو يقلبوا وغادي يقولوا بلي هذا اختصار ديال جورج. غادي يتصلوا بالجندارم ديال الوالديه وغادي يخبروهم باش يقلبوا واش كاين شي جورج من اصول فرنسيه ساكن في الوالديه. الجندارم من بعد ما غادي يقلبوا غادي يتصلوا بهم ويقول لهم بلي فعلا كاينين جوج واللي سميتهم جورج، هادو ساكنين هنا في الوالديه. وفي داك الليل غادي يشدوا البوليس الطريق للوالديه وغادي يوصلوا تما مع 4 الصباح، وغادي يلقاو فرقه ديال الدرك الملكي اللي كانت كتسناهم حتى الدخله ديال الوالديه. من بعد ما غادي يتذاكروا غيتباحثوا الامر بيناتهم. الوالديه في داك الوقت كانت صغيره وكان الناس كلشي كيعرف بعضياتهم. كان واحد الميطرناجور اللي معروف في الوالديه وولد الوالديه، غادي يمشيو عنده حيت هو اللي يقدر يتعرف على هاد جورج، حيت هو كيعرف كاع الاجانب اللي كاينين في الوالديه. غادي يمشيو عنده للدار وغيفيقوا من النعاس مع 5 الصباح. غادي يوريو التصويره ديال باك ماير اللي كانت عندهم. قال لهم بلي هاد السيد كنعرفو وهاد السيد لاباس عليه وراه عنده فيلا هنا في الوالديه. البوليس غيقولوا لي غتمشي معنا تورينا هاد الفيلا ديال باك ماير اللي كاين هنا في الوالديه. غادي يوصلوا الفيلا ديال الالماني باك ماير وغيتلاقاو مع الحساس. من بعد ما غيسولوا البوليس غيقول لهم بلي باك ماير ما كيجيش هنا قليل، ولكن واحد صاحبو ديما كيجي هنايا. هاد صاحبو حتى هو قاوري وسميتو جاك. هنا البوليس ملي سمعوا جاك غادي يعرفوا بلي هو جيجي، وقال لهم بلي هاد جاك عنده واحد لوطيل هنا في الوالديه، وقال لهم بلي يقدر دابا يكون في لوطيل حيت يلاه بان لي يخرج الطوموبيله من الفيلا غير دابا شويه. والبوليس هنا غادي يمشيو ديريكت للوطيل ديال جاكي. ملي غيوصلوا للوطيل غادي يدويو مع السيده اللي كاينه في الاستقبال ويخبروها بلي جاو وبغاو يشوفوا جاك مول لوطيل. هنا غادي تهبط الزوجه ديال جاكي وغتقول لهم بلي جاك مريض وطايح في الشومبر ديالو وما يقدرش يتلاقى معاكم. البوليس هنا غادي ياكدوا عليها بلي ضروري خصهم يشوفوه دابا. هنا فين غتديهم للجناح فين كان ناعس. ملي غادي يدخلوا الشومبر اللي فيها جاكي غادي يلقاوه فعلا طايح ناعس، والحاجه اللي غادي يلاحظوا بلي الشومبر فيها السلاح ديال الصيد. هنا غادي يديروا الاحتياطات ديالهم وغادي يردوا معاه البال اللي يولي يدير فيهم شي حاجه ولا يدير في راسو ولا يغفلهم. ملي غادي يوصلوا عنده الناموسيه اللي كان ناعس فيها غادي يلقاوه مغطي بواحد المانطا كيبان غير راسو خاشي يديه تحت من المانطا. هنا واحد من البوليس غيقول ليه دوي معنا وخرج يديك للفوق. فعلا ملي غادي يخرج يديه من المانطا غيبان ليهم بقاو يدو كامله مقموشه وديز منها الدم. هنا ما غيقولوا ليه والو، ما غيجبدوش ليه الموضوع حيت بانت لهم الحاله ديالو في شكل بان لهم بلي كيتراعد غير بوحدو. قالوا ليه بغيناك تمشي معنا الفيلا ديال باك ماير حيت الفيلا ديالو اللي كاينه في مراكش تسرقات، وبغينا نشوفوا هذه اللي كاينه في الوالديه ياك ما حتى هي تسرقات. وقالوا لنا بلي انت كتدخل وتخرج منها يعني عندك السوارد ديالها. هنا فاش ما جبدوش مع هذا الموضوع قدروا يقنعوه وناض فعلا ومشى معاهم.
فعلا غادي يديو حتى الفيلا، غادي يديروا راسهم ضربوا دوره في الفيلا وغادي يعاودوا يخرجوا وغادي يقولوا ليه باللي ما كاين والو. وهو راجع معاهم غادي يشدوه ويقولوا لي غتمشي معنا لمراكش ضروري بغيناك. هنا فرقه غادي تدير مراكش وفرقه غتمشي للوطيل تقلبوا مزيان. غادي يدخلوا البيت اللي كان ناعس فيه. اول حاجه غادي يلقاو هي الجاكيطه القهويه اللي كان لابس وهي اللي قالت لهم عليها البنت. ملي غادي يقلبوا هذيك الجاكيطه مزيان غادي يبان لهم باللي فيها نقيطات ديال الدم. قلبوا على الزرواطه والموس اللي ترتكبت بهم الجريمه ولكن ما غادي يلقاو والو وما يرجعوا في حالهم. ومع 10 الصباح غادي يكونوا البوليس وصلوا جيجي لمراكش. مع غيدخلوا الكوميساريه غادي يلقاو هذيك البنت مازال جالسه تما وكتسنى فيهم. هنا مع غادي تشوفوا البنت غتبدا تغوت وغتمشي تلاح عليه وغتبدا تقول لهم باللي هو اللي قتلهم. غادي يدخلوه باش يحقوا معاه. هنا جيجي غادي يفقد الاعصاب ديالو وغادي يبدا يترعد غير بوحدو وغادي يبدا يمثل عليهم وغادي يسخف ليهم تما. غادي يهزوه غيديو لي زيرجونس. الطبيب ملي غادي يقلبو غادي يدوي مع البوليس غيقول لهم باللي ما عنده والو، قاد ديال القلب طونسيون كلشي مقاد، هذا غير كيمثل عليكم. انا غادي يبقى ناعس في السبيطار والبوليس غادي يديروا عليه المراقبه 24 ساعه ل 24 ساعه لا يهرب ليهم. غادي تجي مرتو غتلحق عليه السبيطار وغتبدا تغوت عليهم وتقول لهم باللي بغيتو تقتلوا لي راجلي وما دير والو، غادي نعيط للسفاره. المهم بدات كتبلبلها عليهم. مره كيدخلوا عنده البوليس كيحاولوا يجبدوا منه شي هضره وكيقولوا ليه غير دوي وغير قول الحقيقه راه كلشي بان، هاد الجاكيطه ديالك لقينا فيها الدم. السيد ما كيدويش ومازال كيمثل عليهم ودير لهم متحمر. غادي يدوز واحد يومين عادش غادي يبدا يهضر وغادي يقول لهم باللي في داك النهار هو ما كانش مراكش، كان في كازا. قال لهم باللي داك النهار مشيت للوطيل ولكن ما عجبنيش وانا نرجع في حالي بالليل للوالديه. هنا البوليس بقاو كيسايسوا معاه وكيحاولوا يقنعوه وقالوا لي باللي غير تعاون معنا راه حتى حنا غنتعاونوا معاك وغير قول لنا شنو واقع. هنا غادي يشوف التشيعيه وغادي ينوض عادي بحال ما كاين والو. غادي يمشي معاهم للكوميساريه وهنا غادي يعاود لهم القصه كامله. هادوك البنات 3 كانوا خواتات وكانوا جالسين مع داك الالماني باك ماير، كانوا كيتعشاو كانوا كيدويو عادي شويه وما يسمعوا الصونيت ديال الفيلا. ناض الالماني باش يحل الباب. ملي غادي يدخل غادي يسد الباب وملي غادي يكون غادي قدامه في الجرده باش يدخلوا للفيلا غادي يجبد هذاك جيجي واحد الزرواطه غادي يضربوا ضربه الراس غيطيحوا دوده. غادي يخليه يطيح وغادي يدخل الفيلا. غادي يلقى دوك 3 البنات ما قال لهم والو، جلس معاهم شويه وهو يقول لوحده فيهم اجي معايا للطوموبيل هزي معايا شي حاجه راه جبتها. غادي يخرج البنت الاولى وغيبقاو 2 بنات في الدار. ملي غتخرج مع البنت غادي يدير لها نفس القضيه اللي دار لذاك الالماني، غادي يجبد زرواطه وغيضربها ضربه للراس. ولكن هاد البنت مع ضربها الضربه للراس غادي تغوت واحد الغوته اللي غيسمعوها خواتاتها. غادي يخرجوا يجريو باش يعرفوا شنو واقع. غادي تلقى لهم جيجي في الباب وغادي يرجعهم. غادي يبداو يضاربوا معاه. وحده فيهم غيجبد الموس وغادي يبدا يتقف فيها وملي غيبغي يدوز الاخرى غتهرب ليه وغادي يبقى تابعها في وسط الفيلا. بقات هربانه وهو تابعها حتى غتطلع للسطح ديال الفيلا وهنا غادي تبدا تغوت. انا ملي شافها كتغوت خاف لي يتجمعوا الجيران ويتفضح، غادي يهرب غادي يركب في طوموبيلته وغادي يمشي. هنا فين غتهبط البنت وغتمشي تجري للكوميساريه. هنا البوليس غيسولوه فين هي الزرواطه والموس باش درتي هذا الشيء. غادي يقول لهم باللي خلاهم في لوطيل في الوالديه وراهم البلاصه ولكن ما بغاش يقول لهم السبب اللي خلاه يدير هذه الجريمه. غادي يمشيو لغد للوطيل وفعلا غادي يلقاو هاد الاداه ديال الجريمه واللي كانت زرواطه والموس. غادي يستغلوا الفرصه وغادي يبداو يسولوا الناس اللي خدامين معاه في لوطيل وغادي يحاولوا يعرفوا منهم شي معلومه. واحد من الخدامه غادي يقول لهم باللي شافوا صفه على واحد الفرنسيه ولكن ما قدرش يدوي حيت كان خايف منه. وملي سولوا جيجي قال لهم باللي فعلا كاينه هاد الهضره وباللي فايت قاتل واحد الفرنسيه في لوطيل. وباك ماير كان عارف هاد القصه وهذا الشيء علاش كان ديما كيهددني وكيقول لي باللي غادي نفضحك وغادي نقولها للبوليس، وهذا هو السبب اللي خلاني فعلا صفيتها ليه. هنا سالت القصه، نتمنى تكون عجباتكم ونتلاقاو في شي فيديو جديد. تهلاو براسكم ونتشوفوا ان شاء الله.